فن اللامبالاة. أول لما بنقرأ اسم الكتاب بيترسم في دماغنا الراجل اللي هو ماشي حاطط ايده في جيبه ومش فارق معاه أي حاجة، ولا في حاجة بتعصبه ولا في حاجة بتنرفزه ولا في حاجة بتأثر فيه. فيرد عليك مارك مانسون في الكتاب ويقولك إن الراجل ده مختل عقليا، وأكيد مش هو ده الشخص اللي أنا أقصده. فياريت نهدى ونرجع ظهرنا لورا ونشوف مارك مانسون بيقصد ايه في كتابه. بيبدأ مارك مانسون الكتاب بأنه يسألك سؤال عادي وتقليدي ويمكن تكون سمعته 100 مرة، وهو إيه الحاجة اللي أنت عايز تحققها في حياتك؟ وقبل ما نجاوب الراجل الصراحة بيتطوع ويجاوب من نفسه ويقول أنا متوقع الإجابات غالبا مش هتخرج عن فكرة الحاجات اللي أنت حاسس إنها هتحقق لك سعادة في حياتك، وهي أنا عايز أكون في شغل مرموق، عايز مرتبي يكون عالي، عايز عربية أحدث موديل، عايز أكون أجمل بنت في الكون، أقوى راجل في جبال ما وراء البحار. يعني نوعية الإجابات نفسها هتكون متوقعة. وبما إن الراجل ديمقراطي فبيلحقنا بسؤال تاني ويقول لنا جاوبوا بقى انتوا السؤال ده مع نفسكم. السؤال هو ايه الألم اللي انت عندك استعداد يكون موجود في حياتك؟ فإذا انتوا حابين تاخدوا وقتكم وتفكروا وترجعوا بكرة أنا ما عنديش مشكلة. وانطلاقا من السؤال ده ومن اسم الكتاب بيبدأ يشرح لنا الكاتب بعض الأفكار والمفاهيم اللي توضح لنا هو يقصد ايه باللامبالاة. لا تحاول أول فصل في الكتاب بيخدعك نفس الخدع اللي بتيجي في دماغك، لا تحاول، ما حاولش خالص، يعني ريحت أنا أصلا ما كنتش قادرة أحاول. فبيبدأ يشرح لك إيه قصده بكلمة لا تحاول وما تحاولش في إيه بالظبط. المجتمع حوالينا بيصدر لنا فكرة الإنسان الكامل اللي هو شاطر في شغله ومرتبه عالي جدا وبيروح بعربية آخر موديل ومهتم بأكله ومهتم بصحته ومهتم بالجانب الروحاني في حياته وبيقوم بأعمال تطوعية، اللي هو كامل في كل شيء. والحقيقة ان ده في الاول وفي الاخر بيصب في مصلحة الشركات اللي هي بتدفعك انك تكون مهتم او مبالي بحاجات اكتر واكتر عشان تشتري حاجات اكتر واكتر وتشترك في انشطة اكتر واكتر. ولكن في الواقع ده شيء مش حقيقي. الكاتب بيشوف ان في مجتمعاتنا الحالية ان ما بقاش عندنا مشكلات مادية قد ما بقى عندنا مشكلة في احنا مش قادرين نحدد ايه الحاجة اللي المفروض نهتم بيها فعلا، ايه الحاجة اللي انا عايزها في حياتي فعلا، مش اللي الناس او المجتمع او الاعلام بيصدر لي انها مهمة وانها لازم تكون موجودة في حياتي وان انا لازم اهتم بيها. تخيل من 100 سنة مثلا لو كان في أي إنسان لقى نفسه متضايق، كل اللي بيحصل اللي الإنسان بيتقبل فكرة إن هو متضايق أو إن هو محبط أو إن هو تعبان. ده كل الموضوع، إن هو شايف إن ده الطبيعي في الحياة، إنه ساعات هيكون زعلان، ساعات هيكون فرحان، ساعات هيكون متألم وهكذا. لكن في المجتمع الحالي لما بتحس إنك محبط أو بتشعر بأي شعور من المشاعر دي، كل اللي بتعمله انك بتدخل على وسائل التواصل الاجتماعي فبتدخل في سلسلة من المقارنات. بتلاقي الشخص ده لسه راجع من جزر المالديف، التاني لسه رايح زنزبار، ودي جايبة عربية احدث موديل، ودي طايرة من الفرحة عشان جوزها جاب لها هدية وكان مفاجئها. كل الحاجات دي بتبقى محبط لانك محبط، انت حاسس يعني انت الوحيد اللي محبط والناس كلها سعيدة، فانت فيك شيء غلط، فبالتالي انت اصبحت يعني محبط الضعف، واصبحت حزين لانك حزين، واصبحت متوتر لانك متوتر، ما بقتش تتعامل مع المشاعر دي ان هي مشاعر طبيعية. وده بيسميه الكاتب باسم السلسلة الجحيمية، لانها هتفضل تتكرر معاك طول ما بتصاب بأي مشاعر من المشاعر دي طول اليوم أكتر من مرة. وعشان تكسر السلسلة الجحيمية دي في رأي الكاتب إن المفروض يكون عندك لا مبالاة. وهنا بيبدأ يشرح لنا فكرة اللامبالاة اللي هو يقصدها، إنك تكون لا مبالي بكثير من الأشياء اللي أنت فاكر إن هي مهمة. وعشان تعمل كده لازم يكون في حاجة مهمة فعلا في حياتك، حاجة بتهمك انت وهتأثر في حياتك. لانك لو ما لقيتش الحاجة دي وبحثت عنها، حياتك هتبقى مليانة بحاجات كتير فرعية انت مبالي بيها ومهتم بيها، والحقيقة هي ملهاش اي تأثير حقيقي على حياتك. بيبدأ يشرح لك كمان انك المفروض يكون عندك لا مبالاة بفكرة انك هيقابلك مشاكل وان ده طبيعي وانك هتتعامل معاها، وهيقابلك ألم وهيقابلك خذلان من ناس تعرفهم، هيقابلك ناس تكون مختلفة معاك في الرأي وده شيء طبيعي ووارد. انك كمان تكون لا مبالي ان يذكر اسمك في كل شيء، يعني ممكن تعمل حاجة مهمة وحاجة مفيدة للمجتمع لكن انت مش مبالي ان لازم يكون اسمك موجود فيها. كل الحكاية انك تقلل دايرة اختياراتك، يكون عدد الحاجات اللي انت عندك لا مبالاة بيها
اكبر بكتير من الحاجات اللي انت عندك مبالاة بيها. وهنا الكاتب بيبدأ ينقد فكرة الإيجابية اللي بيتسوق لها من خلال الفيديوهات اللي دايما بيكون صوتهم عالي، وإن لازم يكون في حد بيجري وحد بيخبط على الحيطة أو حاجة تتكسر، فأنت هتخلص الفيديو وتحس إنك يعني مليان قوة وتخبط على الحيطة برضو، وكل اللي يحصل إن إيدك تورم لآخر الأسبوع ما بيحصلش أي حاجة. أنا جاي أقول لك كلمة واحدة بس، اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ وفكرة اللي بتتصدر لنا ان المفروض ان كل شيء يكون جميل وكل شيء يكون وردي، او احنا بنرسم في خيالنا كده لما بنقارن نفسنا باكتر من شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، بيقول لنا ان ده في حد ذاته شيء سلبي. وبيبدأ يشرح لنا ما يسمى بالقانون التراجعي، وهو ان التجارب الإيجابية اللي انت عايز تعيشها طول حياتك هي في حد ذاتها تجربة سلبية، لكن قبولك انك هتمر بتجارب سلبية ده في حد ذاته شيء ايجابي. وده لانك لو فاهم او لو انت متوقع انك طول الوقت لازم تكون سعيد ولازم تكون مبسوط ولازم تكون مستريح ولازم تكون محقق كل الحاجات اللي نفسك فيها، ففين التجربة في الموضوع؟ انت هتتعلم منين؟ ده في حد ذاته شيء سلبي. ولكن كونك عارف انك هتقابل المشكلة دي وتحاول تحلها، وهيجيلك الابتلاء ده وهتحاول تتعامل معاه، وهيقابلك الحاجة اللي انت مش فاهمها دي وهتبدأ تتعلم لها، كل الحاجات والإخفاقات دي اللي انت شايف انها سلبية هي في مجملها تجربة إيجابية هتوصلك للهدف اللي انت عايز توصل. الفصل الثاني بيحمل عنوان السعادة مشكلة، وبيبدأ الكاتب يوضح لنا ان كتير مننا بيتعامل مع السعادة على ان هي معادلة رياضية، يعني لما اوصل للشيء الفلاني هكون سعيد، نقطة ومن اول السطر. فكرة الهروب من المشاكل او المعاناة هو شيء غير صحيح، لان هي اصلا شيء طبيعي في حياتنا، وهي مش اكتر من مؤشر. زي فكرة الطفل وهو صغير لما بيجي يلمس النار بيحس بألم، وبالتالي الألم ده كان هو المؤشر اللي بيعلمه ان النار تبعد عنه. نفس الحكاية المشاكل اللي بتقابلنا هي مؤشر مش اكتر ولا اقل، بتوضح لك ان الطريق اللي انت ماشي فيه ده غلط، او الحاجة دي انت محتاج تعدلها، او الحاجة دي انت محتاج تعيد تفكير فيها، وبالتالي هي بتحسن من جودة حياتك. كل الحكاية ان احنا بنحاول نتمنى او نسعى ان يكون عندنا نوع من المشاكل الجيدة او المشاكل اللي سهل التعامل معاها. وبيوضح لنا فكرة المشاكل الجيدة اللي هي مبنية على اختياراتنا. لو افترضنا ان في شخصين، الشخصين دول بيحبوا الاكل جدا، واحد منهم قرر ان هو هياكل كميات قليلة وان هو هينزل التمارين يوميا وان هو هيضغط الوقت بتاعه عشان يقدر يروح الشغل ويروح التمرين، والتاني قرر ان هو هياكل كل الاكل اللي بيحبه. الشخصين لهم نفس الحب الاكل، الشخصين اخذوا اختيارين مختلفين، كل واحد منهم هتظهر عنده مشكلات. الشخص الاول هيظهر عنده مشكلة ان هو هياكل كميات قليلة طول عمره، وان هو هيروح التمرين ويتحمل ألم التمرين كل يوم، وان هو هيضغط وقته. دي المشكلات اللي هي قابلته واللي هتوصله للنتيجة ان صحته تكون كويسة. الشخص التاني اخد قرار ان هو هياكل الحاجات اللي بيحبها، والمشاكل اللي هتظهر عنده ممكن تكون ان هو هيكون مش حابب شكل جسمه بشكل كبير، او ان هو ممكن يتعرض لبعض المشاكل الصحية. فهنا انت اخترت نوع المشاكل اللي انت هتتعامل معاها. وبيرجع يفكرنا الكاتب بالسؤال اللي سأله لنا في الأول، ايه نوع الألم اللي انت عايزه يكون موجود في حياتك؟ فبيقولك إذا انت راسم في خيالك ان انت عايز تكون بتشتغل في وظيفة مرموقة بمرتب عالي والناس كلها عارفاك، فده مش هيحدد لك فعلا، او ده مش هيكون الدافع اللي يخليك تحقق الحاجة دي فعلا، او اللي يقول انها تكون مناسبة ليك فعلا. لكن إذا انت عارف ايه الألم وايه المشكلات اللي مصاحبة للاختيار ده ومتقبلها، ده اللي هيخليك تنجح. يعني لو انت مستعد ان انت هتشتغل ساعات كتير طول اليوم، وانك ممكن جدا ما يكونش فيه اجازات، وانك هتقضي وقت قليل مع اهلك، وانك ممكن ما تخرجش مع اصحابك، وانك ممكن يطلبوك في الشغل في اي وقت، لو انت مستعد للحاجات دي انك تتحملها فيبقى ده شيء مناسب ليك. لكن لو انت مش مستعد تتحمل الألم والمشاكل المصاحبة للحاجة اللي نفسك تحققها، فانت بتضحك على نفسك، الحاجة دي مش مناسبة ليك وانت مش هتقدر تحققها. وبيرجع الكاتب يلغي لنا فكرة المعادلة الرياضية اللي اتكلم عنها في الأول، وبيقولك إن الحياة هتكون عبارة عن سلسلة من المشاكل ومن السعادة. بتقابل المشكلة فبتحلها فبتحس بالسعادة، وبعدها هيقابلك مشاكل تانية تحلها فتحس بالسعادة، وهكذا هي سلسلة طول ما انت عايش.
في الفصل الثالث الكاتب بيقولك لست شخص خاص مميز في وشك كده، يعني لو انت فاكر ان مفيش منك اتنين، لا انت في منك كتير وانت عادي جدا، فيعني ما تعيش الدور علينا. وبيرجع تاني يتكلم عن الاعلام اللي بيصدر لنا فكرة الاستثناء، وان كل واحد فينا لازم يكون بيعمل شيء ما حصلش ومش هيحصل من قبله ولا من بعده. وللأسف الفكرة دي بتخلي كتير من الناس تحس بالفشل، لأن هم حاسين إن هم مش استثنائيين عاديين، وبالتالي هم فاشلين لأن كل الناس حواليهم استثنائيين. والفكرة دي بتنتج لنا نوعين من البشر، وبيبدأ الكاتب يكلمني عن فكرة تقدير الذات، وإن في أشخاص بتبقى عندها تقدير ذات عالي لنفسها بدون أي أساس، اللي هو الشخص اللي شايف نفسه أعلى من الناس، هو بس اللي بيفهم، هو ما عندوش مشاكل، ما عندوش عيوب في شخصيته، وبالتالي المفترض إن كل الناس اللي تحته تعامله معاملة خاصة. الكاتب بيقول لنا المفروض يكون الشخص عنده تقدير ذات عالي لنفسه، مش لان هو ما عندوش عيوب في شخصيته وما عندوش مشاكل وكل حاجة زي الفل، لا، المفروض يكون عندك تقدير ذات عالي لنفسك لما تكون عارف انك عندك العيب الفلاني في شخصيتك وبتحاول تعالجه، وعندك المشكلة الفلانية في حياتك وبتحاول تتعامل معاها. مثلا بتكون عارف انك شخص مش قادر يتحكم في مشترياته، بتكون شخص انك مش عارف يتحكم في غضبه، وبالتالي بدل ما تقول انا بغضب وده شيء عادي والمفروض ان انتوا تتحملوني، لا، المفروض بكون عارف ان انا بغضب وان ده عيب في الشخصية، وان انا بحاول ان انا اصحح العيب ده. المشكلة في الشخص اللي بيكون عنده تقدير ذات عالي لنفسه بناء على لا شيء، الشخص ده بيكون عايش جوه فقاعة، وبالتالي هو ما مارس مهارة ان هو يتعامل مع عيوبه او ان هو يتعامل مع مشاكله. فايه اللي بيحصل للشخص ده؟ ان اجلا او عاجلا الشخص ده بتقابله لحظة انهيار، لان هو هيقابله مشكلة في حياته، مشكلة ضخمة، ويبقى صعب انكار المشكلة دي، لازم يتعامل معاها. طيب هيتعامل معاها ازاي وهو اصلا ما مارس المهارة دي في الحاجات البسيطة اللي قابلته في حياته عموما؟ الكاتب بيبدأ يلفت نظرنا ان في شخصية ممكن تبان على النقيض تماما، ولكن في الواقع الشخصيتين قريبين من بعض جدا. الشخص اللي دايما عايش دور الضحية، الشخص اللي هو شايف ان هو بس اللي عنده مشاكل، او ان مشاكله من النوع المكلكع الخزعبلي اللي مش بتتحل بالطرق العادية، ولكن مثلا عايزة عالم فيزياء من نوع خاص لفك شفرات هذه المشكلة، وبالتالي الشخص ده شايف نفسه اقل من كل الناس، وبالتالي هو بيحتاج معاملة خاصة. فالاتنين عندهم فكرة التفكير الأناني. وبيرجع مارك مانسون يقول لنا ان فكرة الاستثناء وان كلنا هنكون استثنائيين، طيب فين التميز في كده؟ لو انت اقتنعت ان معظمنا هنكون اشخاص عاديين، وان بطبيعة الحال ان كلنا عندنا نفس الوقت وعندنا تقريبا نفس الطاقة ونفس الاحتياجات، فالعادي ان معظمنا هيكون متوسط في معظم جوانب الحياة. ولما بيكون في شخص استثنائي هو في الواقع ما بيكونش متميز لان هو شايف نفسه اعلى من الناس، هو بيبقى متميز لان هو بيكون شايف نفسه شخص عادي جدا، فبيجتهد كتير في احد جوانب الحياة عشان يكون متميز. وفي الغالب الاشخاص اللي بتكون متميزة في احد جوانب الحياة بتكون متوسطة في باقي الجوانب، ويمكن تكون اقل من متوسطة في بعض الجوانب. فكونك تتقبل فكرة العادي ده هيكون له ميزتين: اولا انك تشيل من على نفسك الضغط الفظيع المجتمعي او اللي من الاعلام ان انت لازم تعمل شيء ما حصلش، لازم تخترع دواء لمرض نادر ما حدش وصله لحد دلوقتي، لازم تتسلق جبل مش عارفة ايه وكل الناس تتكلم عنك. لما بتشيل عن نفسك الضغط ده انت بتبدأ تستمتع بالحياة العادية، بالحياة البسيطة اللي معظم الناس فعلا عايشينها. بتبدأ تستمتع بأهلك، بتبدأ تستمتع بالخروج مع أصحابك، بتبدأ تستمتع بالأكلة الحلوة اللي بتعملها، بكوباية الشاي، بتبدأ تستمتع بحاجات بسيطة، فبتبدأ تحس بالسعادة. الكاتب في الفصل ده بيبدأ يقول لنا لو انت بتسأل ازاي اوقف المعاناة، فالحقيقة ان ده سؤال في حد ذاته خاطئ، واكيد انت مش مركز في كل اللي قلناه من قبل كده، لان احنا قلنا ان المعاناة شيء طبيعي هيكون موجود في حياتك، ولكن السؤال اللي المفروض تسأله لنفسك ايه هي المعاناة اللي انت عايز تكون موجودة في حياتك. والحقيقة عشان تعرف ايه هي المعاناة اللي انت عايزها في حياتك لازم تكون فاهم نفسك كويس، وده شيء مش سهل كما يبدو. عشان تبقى فاهم نفسك فعلا بعيدا عن كل التشويش اللي حواليك، الكاتب بيقولك انك محتاج تفكر في 3 حاجات. اولا ايه هي المشاعر اللي انت حاسس بيها؟
يعني انت بتكون عارف ان الحاجة دي بتخوفك، الحاجة دي بتوترك، الحاجة دي بتفرحك، الحاجة دي بتخليك غيران، الحاجة دي بتخليك متضايق. تاني حاجة انك تسأل نفسك انت ليه بتحس بالمشاعر دي. يعني مثلا ليه لما صاحبتك نزلت صورة وهي في مؤتمر معين انت حسيتي انك متضايقة؟ هل انت اعتبرتي ان هي كده ناجحة وانت فاشلة؟ تالت حاجة بتفكر فيها انت ليه اصلا او انت ليه اصلا اعتبرتي ان ده نجاح ليها وفشل ليكي. وهنا بيبدأ الكاتب يكلمنا عن ما يسمى بالقيم والمقياس او المعيار للقيم دي. وبيدينا مثال ان كان في 2 مشهورين بيشتغلوا في فرق موسيقية مشهورة جدا. الفرقتين طردوا الشخصين دول. الشخصين بعد ما تعرضوا للطرد مروا بفترة سيئة جدا. واحد منهم قرر ان هو هيعمل فرقة مشهورة جدا وتكون اكتر شهرة من الفرقة اللي هي طردته. وبالفعل حقق حلمه وأسس فرقة ميجاديس. ولكن لما عملوا معاه لقاء تلفزيوني بكى وقال ان هو حاسس ان هو شخص فاشل جدا على الرغم من شهرته الواسعة وان هو بقى شخص ثري جدا. ولكن الفرقة اللي هي طردته هي فرقة ميتاليكا وكانت اشهر منه وبتحقق نجاح مادي اكبر منه. اما الشخص التاني اللي تم طرده لما عملوا معاه لقاء تلفزيوني قال ان هو سعيد جدا وان التجربة اللي مر بيها على الرغم ان هو مر بظروف نفسية سيئة بعدها الا ان هي تسببت ان هو يقابل شريكة حياته وان هو يبني اسرة ويكون عنده اطفال. والواقع هو كان بيشتغل شغل عادي ولكن كان شاف ان هو كونه بنى أسرة دي في حد ذاتها سعادة. الشخصين اختاروا قيمة النجاح ان هي قيمة مهمة في حياتهم. لكن الشخص الأول رغم شهرته ورغم الثروة اللي وصل لها إلا إن هو حس بالفشل لأن مقياسه للقيمة دي كانت إن هو يتفوق على فرقة ميتاليكا وده ما حصلش فحس بالفشل. الشخص التاني على الرغم إن هو ما حققش أي شهرة ولا ثراء لكن كان شايف نفسه ناجح لأن المقياس اللي هو اختاره للنجاح هي تكوين أسرة. فخلي بالك وإنت بتختار القيم بتاعتك وخلي بالك وإنت بتختار المقياس أو المعيار اللي هتستخدمه لتقييم القيمة دي. وهنا بيلفت نظرنا الكاتب ان في قيم جيدة مهم تكون موجودة في حياتك وقيم سيئة. ازاي اعرف القيم الجيدة والقيم السيئة؟ القيمة الجيدة مارك مانسون بيقولك هي قيمة بتأثر في المجتمع وكمان انت تقدر تتحكم فيها. يعني قيمة الصدق، لو كلنا صادقين ده شيء يأثر في المجتمع بشكل جيد وانت نفسك تقدر تتحكم في الصفة دي ان هي تكون موجودة عندك. وهنا بيبدأ من وجهة نظر الكاتب يقول لنا بعض القيم اللي هو شايفها سيئة وبعض القيم اللي هو شايفها مهمة وانها المفروض تكون في أولويات أي شخص. اتكلم الكاتب عن 3 قيم سيئة من وجهة نظره. القيمة الأولى وهي المتعة، وقال إن جميل إن يكون المتعة موجودة في حياتنا كلنا ولكن بالمعيار أو المقدار الصحي. ولكن الأشخاص اللي بتعتبر المتعة من أولويات حياتها فده بالحقيقة بيكون ليه تأثير سيء عليها وبيخلوهم مش مستقرين نفسيا لأن المتعة سهل إنك تحققها وفي نفس الوقت هي بتنتهي بسرعة جدا. زي فكرة الأشخاص اللي بتكون مدمنة المخدرات أو مدمنة الجنس أو الأكل أو ما إلى ذلك. تاني حاجة هي النجاح المادي. الكاتب شايف إنه بمجرد ما بتوصل لحياة كريمة أو بتكون قادر تسد احتياجاتك في الحاجات الأساسية زي الأكل والسكن والصحة والتعليم فالحقيقة إن أي زيادة مادية هي ما بيكونش ليها تأثير فظيع على حياتك وبالتالي مش المفروض إن هي تكون من الأولويات اللي موجودة في حياة الإنسان. وبينتقل لآخر حاجة من وجهة نظره شايفها قيمة سيئة وهي فكرة انك تكون شايف انك صح طول الخط. واعتقد ده اتكلمنا عنه بشكل كافي لان ده هيحرمك انك تتعلم وبالتالي تطور من نفسك. 5 قيم مارك مانسون شايف ان هي قيم جيدة ومفيدة انها تكون موجودة في حياتنا او من اولويات حياتنا. القيمة الاولى بيقولك انت مسؤول عن كل شيء في حياتك وانت دايما طول حياتك هتكون في حالة اختيار. وفكرة المسؤولية مش معناها ان بالضرورة انت اللي هتكون الشخص الملام للي حصل لك في حياتك. وارد جدا انك تكون ضحية في موقف، وارد جدا يحصل لك مشكلة انت ملكش ايد فيها، ولكن برضو في كل الاحوال انت هتكون مسؤول عن استجابتك للمشكلة دي. فانت المسؤول عن حياتك مش اي شخص اخر. كلنا نعرف الفتاة الباكستانية ملالا وان حركة طالبان كانت منع الفتيات من التعليم ولكن ملالا كانت مصرة ان هي تنزل تتعلم وكانت دايما تنشر على النت ان ازاي حركة طالبان بتحرمها هي والبنات من حقها في التعليم.
نتيجة للاختيار ده ملالة تعرضت ان يتم قصفها بالنار في احد المرات، وفعلا فضلت في المستشفى فترة طويلة. وهنا كان في اختيار تاني انها تكون ضحية، وان انا ما اقدرش اعمل اكتر من كده، وهي فعلا كان هيبقى عندها حق، وده كان هيبقى اختيار محدش يلومها عليه. ولكن على النقيض من ذلك ملالة اختارت ان هي تكمل تعليم وتستمر في نشر اللي بيعمله طالبان. والاختيار ده وصلها ان هي تكون مشهورة الشهرة دي، ويكون لها العديد من المؤلفات، وان هي توصل لجائزة نوبل للسلام. فدايما حط في بالك انك نوعية المشاكل اللي موجودة في حياتك هتكون نتيجة لاختياراتك، وهي اللي هتحدد جودة حياتك. انت المسؤول مهما حصل. تاني قيمة الكاتب بيتكلم عنها بيقولك انت على خطأ دائما وانا كمان، او فكرة اللا يقين. وبيقولك لو مثلا انت بتشتغل في شركة وشايف انك بتستحق ترقية في الفترة دي، الشخص اللي بيكون عنده يقين وهو متأكد ان هو بيستحق الترقية دي، وفي الغالب بيكون خايف يقول للمدير بتاعه. هل هو خايف فعلا لان ممكن المدير يرفض ترقيته، ولا هو خايف لان هو عنده يقين بان هو يستحق الترقية؟ ولكن لما يواجه المدير بتاعه ممكن جدا المدير يقول له انت ما تستحقش الترقية ولا حاجة، وبالتالي هو بدأ يكسر له في القيمة اللي هو حاططها من أولويات حياته، قيمة ان هو متأكد، هو واثق ومتأكد. لكن لما بيكون عندك فكرة المرونة، وانك مش اكيد هتكون صح، في ممكن حط هامش كده انك ممكن تكون بنسبة ما على خطأ، هيخليك انك تحاول انك تواجه. مش هيكون عندك مشكلة انك تروح تقول لمديرك انا استحق الترقية، وبالتالي تسمع منه هو شايف انك تستحق او لا تستحق. فيبقى عندك قرار، انت شايف مثلا المدير ده ظالم، ولا شايف المدير ده وضح لك حاجة انت محتاج تحسنها في نفسك. فانت اديت نفسك فرصة انك تتعلم وتفهم اكتر. لكن فكرة انك متأكد انك دايما على صح بتخليك دايما ما تسمعش اللي قدامك، وبالتالي ما تتعلمش. الحاجة الثالثة وهي الفشل طريق التقدم. وهنا بيلمح الكاتب لشيء مسيطر علينا كلنا في الفترة الحالية، وهي فكرة الشغف أو الحافز. كلنا بدأنا نتكلم من فترة طويلة إن أنا مش لاقي شغفي وبدور على شغفي، ولما لاقي الحافز ده هشتغل. الكاتب بيقول لنا ممكن جدا الموضوع ما بيمشيش بالتسلسل ده. ممكن جدا انك تشتغل، ولما تشتغل وتلاقي نتيجة للي اشتغلته هيبدأ يظهر عندك حافز وتبقى عارف شغفك، فتكمل شغل، يظهر شغف تاني وحافز تاني فتكمل شغل، وهكذا. هي سلسلة ما هياش خط مستقيم. وبالتالي ما تكونش عندك فكرة الخوف من الفشل، لان هو دايما هيوصلك لنجاح. القيمة الثالثة وهي لا. الفكرة من لا ان يكون عندك استعداد او قادر انك تقول لا لبعض الحاجات اللي هتقابلك في حياتك وبعض الاشخاص. وان فكرة الحرية المطلقة ما بتديش اي قيمة حقيقية للحياة. فكرة ان كل شيء كل شيء متاح، ده مش شيء جيد. ولكن لما بتكون قادر تقول لا لبعض الحاجات، ده بيدي قيمة لحياتك. وفي نفس الوقت ان يكون عندك قابلية انك كمان تسمع كلمة لا من اشخاص. ولو عايز تعرف اذا كان عندك القابلية دي فعلا ولا لا، لما بتتقالك الكلمة هل بتقابلها بثورة عارمة وعصبية وازاي انا يتقالي لا، ولا بتقابلها بتقبل ومناقشة؟ ساعتها هتعرف انت او اللي قدامك عندكم القيمة دي موجودة في حياتكم مهمة، ولا هي مش من ضمن اولوياتكم. اخر قيمة مارك مانسون بيتكلم عنها بيفكرك بالموت. وملخص الكتاب كده يعني ان كله رايح، فما تثبتش فيها قوي، انت كده كده هتفطس في الاخر. فالافضل انك تختار قيم محترمة عشان تسيب اثر في الحياة. في نقطة ضروري ألفت النظر ليها، احنا اتكلمنا أكتر من مرة على فكرة ايه المعاناة اللي انت عايز تدخلها حياتك، أو بالتالي هتختار المشاكل وجودة حياتك هتتحدد على الأساس ده. لكن ضروري ان احنا نفتكر ان في ابتلاءات، وان في الحالة دي ما اقدرش اقولك ايه انه انا ما اخترتش الابتلاء، انا ما اخترتش ان يكون عندي المرض الفلاني، ما اخترتش ان انا افقد شخص عزيز، ما اخترتش ان انا اكون في بلد فيها حروب وقصف واضطر ان انا اهاجر غصب عني. فهيكون هنا ما اقدرش اقول ان انا هختار ازاي. ولكن ممكن في الجزء ده ان انا لازم افتكر اني برضو في الاول وفي الاخر هكون مسؤول عن حياتي. انا مسؤول، هستجيب مع الابتلاء ده ازاي، هتعامل معاه ازاي. بالنسبة للجزء الخاص بنقد الكتاب، مبدئيا فن اللامبالاة اسم جميل وبيجذب الانتباه، ولكنه في الحقيقة ملوش أي علاقة بالاسم الحقيقي اللي هو باللغة الإنجليزية للكتاب. الاسم الحقيقي للكتاب باللغة الإنجليزية طبعا أبسط ما يقال عليه إن هو في غاية السوء وبعيد
كل البعد عن انه يكون مهذب او انه هو يكون لائق كاسم كتاب. دي اول حاجة. تاني حاجة، هل الكتاب فعلا كان مشهور بالطريقة دي او يستحق الشهرة دي في الوطن العربي، ولا هو اتشهر نتيجة للصورة اللي اتنشرت لمحمد صلاح وهو ماسك الكتاب؟ هل فعلا محمد صلاح قرأ الكتاب ده او ما قراهوش؟ احنا ما نعرفش. هل رأيه فيه ان هو كتاب جيد او مش جيد؟ برضو ما نعرفش، ولكنه انتشر بصورة كبيرة، وده رأي الكاتب نفسه، لان قناة الجزيرة عملت فيلم وثائقي تقريبا عن محمد صلاح واستضافت مارك مانسون، وهو بنفسه قال ان الكتاب فعلا حقق مبيعات اعلى بعد صورة محمد صلاح. لو بصينا للكلام اللي اتقال في الكتاب، هو فعلا كلام مفيد، ولكن اذا انت كنت بتقرا كتير في فكرة تطوير الذات هتحس ان الكلام نوعا ما يعني اتقال بشكل او باخر في كتب كتير. طيب ممكن تقولي طيب ما ممكن يكون الكتاب اصلا كتاب قديم، والكتب اللي انت قريتيها بعد كده او الفيديوهات اللي احنا سمعناها بعد كده تكرار للكلام، ولكن في الواقع مارك مانسون هو كاتب في الثلاثينات من عمره، فالكتاب حديث مش كتاب قديم ولا الكاتب كبير في السن. وده شيء طبيعي، يعني ان كتب تطوير الذات نوعا ما بتكون شبه بعضها في الكلام، ولكن بتقولها لك بفكرة مبتكرة او بطريقة سهلة في التنفيذ اكتر، توصل لك المعلومة اسهل. لكن كل اللي اقدر اقول عليه ان الكلام كان محطوط تحت عناوين من النوع اللي بيبيع، او كلمات شوية بتجذب الانتباه، ولكن اسلوب السرد نفسه واسلوب الكلام نفسه الحقيقة ان هو من وجهة نظري مش راقي قوي في السرد، وكان في اجزاء كتير فيها حشو كلام زيادة وقصص ملهاش لازمة، كان ممكن جدا تتشال من الكتاب وتصغر في حجم الكتاب شوية. وبرضو انتوا قولولي وجهة نظركم، ممكن اكون انا متجنية على الكاتب او في حاجة مش واخدة بالي منها. ومن وجهة نظري ممكن الكتاب ككل يتلخص في ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. سلام.